السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وأنتم طيبين. والله الأحداث عمالة تزيد أكتر وأكتر من يوم الجمعة للنهاردة. بنتكلم في أهم 3 منصات كانوا موجودين على الساحة، وأكبر 3 منصات قفلوا تماما. أولهم كانت ال FVC اللي قفلت يوم الجمعة تقريبا أو يوم السبت. يليهم امبارح قفلت منصة BTS، ويليهم واخيرا النهارده منصه RGA. 3 منصات دول كان فيهم عدد كبير جدا 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 من المجني عليهم. عدد كبير جدا من المصريين اتنصب عليهم في دخول شهر رمضان. ناس كانت بتدخل علشان خاطر عايزه تحقق ربح سريع، ودي حاجه كارثيه، لان مفيش حاجه بتيجي سهله بتكون سليمه او صحيحه او قانونيه او غير محرمه. طبعا يا جماعه نتكلم هنقول اللي الكلام ده ربا طبعا، لانك انت بتودع فلوس وبتاخد مقابلها فلوس بزياده. فياريت كلنا نبعد عن المنصات دي، نسيبنا بقى من الكلام اللي احنا بنشوفه على النت. دي منصه جديده يلا نلحق ناخد منها. احنا بناخد من بعض، الناس بتاخد من بعضها يا جماعه. بياخد من طاقية ده يلبسه لطاقية ده، ياخد من ده فلوس عشان يديه للتاني ده فلوس. طيب خلينا ندخل في المفيد على طول. الناس مش محتاجه مواعظ، كفايه اللي هم فيها. طب يا جماعه دلوقتي احنا نعمل ايه عشان نحافظ على حقنا؟ وقبل ما اقول هنعمل ايه، الناس ما تقعدش تقول طب احنا هناخد فلوسنا ولا لا، احنا هنطول حقنا ولا لا. يا جماعه على الاقل الناس دي ما تتهناش بفلوسكم. لو انتوا ما خدتوش فلوس الناس دي ما تتهناش بفلوس. مش معنى كده ان انت مش هتطول حاجه او انت مش هتطولي حاجه من فلوسكم، انا ما بقولش الكلام ده، بس محدش هيقدر يجزم الفلوس هتيجي بنسبه كام في الميه وهتيجي ولا لا. دي محدش يعرفها في علم الغيب. بس على الاقل الناس اللي نصبت عليكم ما تتهناش بالفلوس، ما يبقاش انت محروق دمك وفلوسك ضايعه وهم بيتمتعوا بيها. على الاقل يتم القبض عليهم ويتحاكموا ويتحبسوا عقابا للي هم فيه. فمحدش يا جماعه ييأس، ولا حد يقول انا هيحصل ايه يعني لو بلغت. لا، هيحصل كتير. على الاقل الناس دي يتقبض عليها. طيب هنعمل ايه في الحاله دي عشان نحافظ على حقنا؟ في فرق يا جماعه ما بين الناس هل تم القبض عليها ولا ما تمش القبض عليها. طيب هنتكلم في الحاله الاولى ان لسه ما تمش القبض عليها. اول حاجه هنعملها، هنعمل بلاغ في مباحث الانترنت التابعه لعنوانك. يعني حضرتك هتشوف انت تبع انهي محافظه او تبع انهي عنوان، وهتشوف اقرب مباحث انترنت ليك، هتروح تعمل بلاغ. البلاغ ده مهم جدا، والبلاغ ده من اكبر الاسباب اللي بتخلي الناس دي يتقبض عليها. فمحدش يكسل، لازم اعداد كبيره جدا يا جماعه تروح تعمل بلاغات، ومش شرط يكونوا في وقت واحد مع بعض. هو طبعا يفضل يبقى مجموعه مع بعضها، بس لو مفيش مجموعه متواصله مع بعضها، لو كل واحد لوحده راح وعمل البلاغ، بلاغ مع بلاغ مع بلاغ، هيبقى عدد كبير جدا. الموضوع هيبقى فيه اهتمام، والناس دي هتيجي غصب عنهم وهيتقبض عليهم مهما هيروحوا فين. فلو الناس ما تمش القبض عليها يا جماعه زي ما قلنا، هنروح لمباحث الانترنت التابعه لعنوان بطاقتك ونعمل فيها بلاغ. تاني حاجه يكون مجموعه، ده ما ينفعش فردي، تكون مجموعه من الناس. هيتعمل مذكره للنائب العام ويتعمل بلاغ في مكتب النائب العام. دي تاني حاجه هتتعمل، والحاجتين دول مهمين جدا. بس مذكره النائب العام لازم يكون فيها عدد ضحايا كتير، ما ينفعش واحد يروح يعملها من نفسه، والمذكره تكون مكتوبه بطريقه قانونيه سليمه. طيب لو الناس دي بقى تم القبض عليهم، لو الناس دي تم القبض عليهم يا جماعه، اول حاجه هتتعمل واهم حاجه هنشوف الناس دي بيتحقق معاهم فين، في انهي نيابه، تبع دايره ايه، ونروح النيابه اللي الناس دي او المتهمين دول بيتحقق معاهم فيها، وبنعمل البلاغات في النيابه. بنعمل البلاغات في النيابه اللي في الواقعه، اللي في المنطقه اللي بيتم تحقيق في الواقعه فيها. تمام يا جماعه؟ يبقى احنا كده هنفرق ما بين اذا كان المتهمين تم القبض عليهم، يبقى هنروح للمكان اللي بيتحقق معاهم فيه اللي هي النيابه، ونعمل البلاغات مباشر في النيابه في الناس هناك. لو الناس لم يتم القبض عليهم، هنعمل اول حاجه محضر في مباحث الانترنت لانها جهه الاختصاص. ما نروحش مع اسم الشرطه، تمام؟ ما نروحش اسم الشرطه، هنروح مباحث الانترنت نعمل محضر في مباحث الانترنت التابعه لعنوانك. هتدخل على النت وتشوف عنوانك فين، وتشوف اقرب مباحث انترنت ليك، وتروح تعمل المحضر. محدش يكسل، ونحاول نجمع مجموعه على قد ما نقدر
ونعمل بلاغات. ويا جماعه محدش يستهون بالموضوع، شوف اقرب محامي ليك، محامي انت تكون بتثق فيه، محامي يكون معرفه، محامي من على النت، واساله اعمل ايه، اتصرف ازاي، وهتلاقي كله بيساعدك. الموضوع ان شاء الله هيبقى حاجه قويه لو الناس قدرت ان هي تعمل محاضر والناس اتشجعت. لكن الناس اللي بتقول احنا ملناش دعوه وهنعمل ايه ودينا اتصب علينا وخلاص، لا ما تحسبهاش كده. احسبها ان واحد جه سرق من جيبك فلوس، مش هتقول ده سرقها وخلاص انا هدور عليه ولا مش هدور عليه، لا انا هدور عليه لحد ما اجيبه واحبسه عشان يبقى خد عقابه. فمحدش يتهاون يا جماعه، ومحدش يخاف ولا حد يتكسف، يروح يعمل بلاغ ويعمل محضر. والمحضر مفيش ضرر عليك، علشان خاطر ناس بتطلع اشاعات ان لو انت رحت عملت محضر انت هتتاذي. مفيش الكلام ده خالص، مفيش اذى عليك، انت شخص مجني عليه مش متهم. وانت لما حطيت فلوسك ما حطيتهاش في التداول زي ما الناس ما بتقول، علشان خاطر اصحاب المنصات او القائمين عليها بيخوفوا الناس من النقطه دي. وعدناها قبل كده، يقول لهم لا ده انت كنت شغال في التداول والكلام ده مجرم في مصر، لو رحت عملت محضر هيقبضوا عليك. مفيش الكلام ده خالص، ده مش شغل تداول. شغل المنصات ده شيء، وشغل التداول ده شيء تاني خالص. فيا جماعه محدش يكسل، وكله يروح يعمل المحاضر. واي حد محتاج مني اي استشاره اي حاجه يكلمني، انا هسيب رقمي، شغال واتساب وشغال مكالمات وشغال تليجرام، هسيبه لكم في الصندوق الوصفي بتاع الفيديو. وهسيب لكم لينك جروب واتس، هعمل لكم جروب واتس هيكون مجمع فيه كل المنصات، مش هيكون منصه بعينها، يبقى في اي حد تم النصب عليه هيبقى الجروب ده موجود، استفاده للجميع. اي حد عايز يدخل يسال على حاجه هيدخل يسالني او يكلمني وانا هرد على الجميع. وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله كالعاده اللي جاي احسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.